صوت الحكاية، حكايات تروى بصوت الزمن الجميل. شخصيات تبحث عن مؤلف. الصحفي، برنامج كتبه سامي محمد ويخرجه السيد بدير. وريني أصول صفحة 3 اللي نازلة بكرة يا محمود. اتفضل يا أستاذ مرزوق، ده موضوع جميل مدروس كويس عن السوق العربية المشتركة اللي هنواجه بيها السوق الأوروبية. ياه، 10 صفحات؟ ده يطلع 3 أعمدة في الجورنان. مين اللي كتبه؟ الأستاذ عادل. يا أخي أنا قلت الأستاذ عادل ده 100 مرة بلاش يكتب عن الأشياء، أنا يهمني قوي نكتب عن الأشخاص. عاوزك تلخص الموضوع ده في خبر شباعي واضح؟ شباعي؟ شباعي يعني ايه يا أستاذ؟ بقى تبقى سكرتير تحرير وما سمعتش يعني ايه خبر شباعي؟ يعني خبر مطول شوية يا أستاذ وله عنوان واضح؟ اتفضل. في ايه تاني عندك؟ ده موضوع عن بنات الليل كتبه الأستاذ يسري. وريني. ايوه انا اتفقت مع الموضوع ده، ممكن يتوسع فيه شوية، الموضوع يجي منه. هو كاتب كام صفحة؟ 12 صفحة. اديله زوده كمان 5 صفحات. انا عاوزك تفرد له صفحة كاملة، منشط كبير فيه توجيه انساني، 4 أو 5 عناوين رئيسية تنكتب خط ابيض على اسود عشان تلفت النظر، مقدمة بحروف كبيرة 18 مكنة، ولا خليها خط احسن، وخلي الرسام يصور جو الموضوع، بنت واقفة تحت فانوس نور في الشارع بعد نص الليل والذئاب حواليها. الموضوع ده مهم، خد بالك منه يا محمود، واضح؟ عندك ايه تاني؟ ده موضوع يا فندم عن الأطفال المشردين. مين اللي عمله؟ الأستاذ عادل. يا أخي هو جدع ده غاوي موضوعات دمها تقيل، وانت يا سكرتير التحرير تبقى صحفي قديم ومش عارف توجه شاب جديد تحت تمرين زي عادل؟ فهموا ايه الموضوعات اللي يعالجها بتوسع والموضوعات اللي قديمها مختصرة. كل شاب غاوي صحافة عاوز أول ما يشطح ينطح، فاكر ان المقالات الإنشائية اللي بيتهجم فيها على الهيئات والمؤسسات هي اللي راح تقلب الدنيا وتخلي اسمه زي الطبل. لكن ده موضوع مفيد، فيه مقترحات بناءة مش مجرد هجوم. كل ده يتقال لكن باختصار بتركيز، الناس ما عندهاش وقت تقرا انشا. كمان المسائل دي انكتب عنها ألوف المرات، مفيش جديد. على كل حال سيب المقالات دي وروح انت حضر موضوع بنات الليل وابعت لي الأستاذ عادل. حاضر. انا اعرف ازاي اوجهه. الو، اديني المطبعة. ايوه يا اسطى علي، انا عاوزك تعمل حسابك طابعة بكرة تزودها 20,000. ايوه في موضوع كبير، واضح؟ ادخل. ايه ده يا استاذ عادل؟ جايب المقالة 8 صفحات فولسكاب؟ دي تاخد نص صفحة كلام بس. انت فاكر الجورنال يستحمل اللت والعجن ده كله؟ يا أستاذ ده ريبورتاج كبير، دخت معاه على 3 مؤسسات للأطفال المشردين واستمعت لمآسي الأولاد. قعدت يومين بحالهم لما جمعت كل المعلومات عن المشكلة وطرق علاجها. افهمني يا أستاذ من فضلك، أنا ما يهمنيش إنك تقعد في الموضوع أسبوع ولا شهر، أنا يهمني الموضوع المختصر في الوقت نفسه. إحنا في عهد الصاروخ، خلاص سفينة الصحراء انتهت، واضح؟ يا فندم دي الجرايد التانية أحيانا بتفرد للمقال التافه صفحة كاملة وأكتر، والموضوع ده اجتماعي ومفيد وياخد له بالكتير نص صفحة بالصوت. أنا ما يهمنيش الصحف التانية، أنا عايز اختصار. فاهم يعني إيه اختصار؟ أرجوك دي آخر مرة فهمك فيها الموضوع ده. اتفضل المقالة أهو، عاوزك تركزوا في عمود بس ولا 2 عمود كفاية، واضح؟ 2 عمود؟ ازاي يا فندم اختصر المقال بالشكل ده؟ اتعلم، احنا في عهد السرعة، ثم ما فيش داعي للمقدمة الطويلة العريضة دي. خش في الموضوع على طول، بلاش انشا. واضح؟ واضح. والعنوان لازم يكون جذاب مثير وضروري يكون فيه فعل، ما تنساش. واضح؟
اتفضل. وعلى فكرة، فين الأخبار بتاعتك؟ والله أنا كنت عايز سيادتك تعفيني من تقديم الأخبار الشخصية دي. الحقيقة أنا ببقى محرج خالص مع الناس. الصحفي يا أستاذ لازم يقدم الحاجة اللي ترضي القارئ. الناس تحب تقرأ عن الناس، ومش ممكن نتجاهل رغبة القراء. وأحب أقول لك إن نشر الأخبار دي بيرفع نسبة التوزيع. واضح؟ والله يا أستاذ دي مسألة مبدأ. أظن أنا رئيس التحرير وأنا اللي برسم سياسة الجورنال مش أنت. واضح؟ أنا ما بقولش حاجة. بلاش تضيع وقت. أنا عاوز أخبارك تكون عندي بكرة الصبح على الأكتر. واضح؟ اتفضل. مع السلامة يا سي عادل. ألو سعاد، مساء الخير. اهلا عادل، انت بتتكلم منين؟ من هنا، من حتة ما تعرفيهاش. ومالك مرتبك كده ليه؟ لا أبدا، ولا مرتبك ولا حاجة. وازيك يا سعاد؟ الله يسلمك يا سيدي، ازيك انت؟ عال، بس كنت عايز أقول لك. تقول لي ايه؟ اظن مش هنروح السينما النهارده كمان. بقالي ساعتين دلوقتي وانا لابسه لحد ما فات ميعاد السينما. ايوه يا حبيبتي ايوه، بس اصل يا سعاد انت عارفه الشغل وعارفه الصحافه. انا ما يهمنيش الشغل، انا بقيت بكره شغلك وبكرهك انت كمان. دايما شغل شغل شغل. اهدى، ده كان يوم اسود اللي رضيت اتجوز فيه واحد صحفي. بس ما تتنرفزيش يا سعاد، ان شاء الله بكره نسهر سوا سهره جميله. وانت فين دلوقتي؟ وايه المزيكا دي؟ رئيس التحرير طلب مني اخبار وانا هنا في كباريه. ايه كباريه؟ اتريني سامعه دوشه ومزيكا. طبعا يا سيدي. والله انا قاعد غصب عني، راح اطق، لكن اعمل ايه؟ رئيس التحرير عاوزني اجيب اخبار. انت قلت لي انك مش راح تجيب اخبار ابدا. مالك انت ومال الناس؟ ايه اللي يهم القارئ اذا كانت فلانه بترقص مع فلان، ولا علانه سهرت مع واحد غير جوزها، وفلان رقص مع واحده غير مراته لغايه الفجر؟ ده كلام فارغ. انا معاك يا سعاد، لكن اعمل ايه؟ على كل حال نبقى نتكلم بعدين لما اجيلك. مش ممكن، لازم تسيب الكباريه ده وتيجي حالا، والا راح ترجع ما تلاقينيش في البيت. يا سعاد علي افهميني بس، اسمعي. مش راح اسمع، ومش راح اقعد معاك كمان. صباح الخير يا أستاذ محمود. صباح الخير يا عادل، ازيك؟ زفت والحمد لله. روحت امبارح الساعة 5 صباحا، لقيت سعاد مراتي سابت البيت وراحت بيت أبوها. مش معقول، ازاي سعاد تعمل كده؟ دي واحدة مثقفة وعندها ليسانس حقوق زيك، ولازم تقدر ظروفك. امال لما ينتدبك الجورنال تسافر بره في مهمة شهر ولا 2 راح تعمل ايه؟ لا دي حاجة غريبة. جرالها ايه؟ جرالها اللي بيجرى لمرات كل صحفي زيي، يخرج من بيته الصبح وما يرجعش الا بعد نص الليل، يعني لا يشوفها ولا تشوفه الا يا دوبك 10 دقايق ساعة الفطار. اقعد بس روق دمك، والظهر نبقى نفوت عليها سوا نراضيها. مش ممكن راح ترجع ابدا. الحقيقة هي معذورة، ده احنا متجوزين بقى لنا 4 أشهر. ما افتكرش ان احنا قضينا يوم مع بعض بحاله ولا سهرة كاملة. نهايته الأستاذ مرزوق موجود ولا لسه ما جاش؟ بقاله هنا 1.5 ساعة وسأل عليك 3 مرات. عن إذنك اما ادخل قبل ما يسأل عني تاني. اتفضل. الو، اطمئن بقولك، انا لازم اعرف مكانها. راح اجيبها من تحت الارض، هخصص البحث عنها 3 محررين، وهنشر صيتها في الصفحة الاولى علشان نلفت نظر الناس لها. مع السلامة. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير. طبعا تيجي الساعة 10. من قدك. والله أنا يا دوب وصلت البيت وقعدت استريحت شوية وغسلت وشي وغيرت هدومي وجيت. المهم أنا عاوز أعرف عملت إيه. اتفضل، آدي الأخبار. وأظن إن الخبر ده يمكن يهمك. عن إيه؟ عن الرقاصة اللي اسمها جميلة جميل اللي اختفت فجأة من بيت جوزها. إيه؟ أنت تعرف مطرحها؟ قول لي هي فين؟ دي الدنيا كلها بتدور عليها. قول اتكلم، لقيتها فين؟ يعني هتكون فين؟ في كباريه.
كانت قاعدة في حتة ضلمة مع شاب من اللي باين عليهم عاطلين بالوراثة. افتكرت ان محدش شايفها، لكن انا خدت بالي منها. وعملت ايه؟ سبتهم وروحت ولا مشيت وراهم وعرفت راحوا فين؟ قعدوا لغاية ما بقت الساعة 3:30 صباحا وقاموا. وبعدين مشوا. وسبتهم يمشوا كده وانت قاعد؟ لا ما قعدتش، مشيت انا كمان وراهم. لا على بيتنا. بيتكم؟ كان لازم اروح البيت. تروح ازاي يا استاذ؟ بقى فرصة زي دي تجيلك لحد عندك وتسيبها وعاوز تعمل لي اتصالات صحفية؟ الانتصارات اللي من النوع ده الله الغني عنها. انا ما احبش اعالج موضوعات تافهه زي دي. تبقى مين جميله جميل دي؟ واحده رقاصه هربت من جوزها واختفت، مساله شخصيه تهم الناس في ايه؟ طب انا عاوزك النهارده كمان تروح الكباريه بالليل، يمكن تلاقي جميله جميل وتجيب لي اخبار من هناك. انت عارف ان نجوم المجتمع بيسهروا فيه، وطبعا مصاريفك كلها علينا. واضح يا فندم، لكن مش ممكن سيادتك تكلف حد غيري بالمهمه دي. انا حر في اختيار المحرر اللي يعجبني. انا عاوزك انت تعمل الموضوع ده. ولا ايه؟ تقصد ايه سيادتك؟ اقصد ان لما اشوفك مرة تانية تكون معاك الاخبار، وكمان تكون اكتشفت لي مخبأ جميلة جميل. واضح؟ اتفضل. بسرعه يا اسطى، ما تخليش العربيه السوداء اللي قدامنا تفوتك ابدا. هديلك 5 جنيه لو فضلت ماشي وراها من غير ما تهرب مني. ما تخافش، هيهربوا مني فين؟ انا وراهم للصبح. مش ضروري تنور نور الكبير احسن ياخدوا بالهم. بس سيب لي المسألة دي. لكن لا مؤاخذة، انت عاوز منهم ايه؟ مرات حضرتك راكبة مع واحد؟ ايه قلة الحياة دي؟ الله 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 الله، احنا هنلبخ ولا ايه؟ طيب وشرفي ما انت شايف العربية دي تاني مرة. اتفضل بقى انزل من غير ما تروح. يا راجل اعقل وما تخربش بيتي. الله يخرب بيتك. انا بقول لك بلاش تلابيخ احسن لك. الله، مش كفايه كنت عاوز اعمل لك جردل علشان 5 جنيه؟ يا اسطى اعمل معروف، مش وقته. العربيه سبقتنا بكتير. وحياتك ما انا متحرك من هنا لما تنزل حضرتك. هديك 10 جنيه بس اعمل معروف يا اسطى. ولا 20 يجي لك مصيبه يا راجل، دي مساله حياه او موت. سوق امال الله يهديك، احسن العربيه قربت تختفي. قلت لك مش سايق. الله ما تنزل. ايه الزيطه دي يا اسطى؟ الافندي ده عاوز يخليني امشي ورا العربيه اللي قدامنا دي ويديني 5 جنيه، فانا رفضت طبعا. قام عاوز يضربني. وعايز تمشي ورا الناس ليه يا سيدني؟ ايه؟ سيادتك ضابط مباحث؟ ايه؟ معاك امر بتتبع الناس في الشوارع والتاكسيات؟ ايه؟ تكونش ناوي ترتكب جريمه؟ يا شاويش انا صحفي وفي مهمه صحفيه دلوقتي. مهمه صحفيه؟ وهي المهمه الصحفيه دي تخليك تتجسس على مخاليق ربنا؟ ايه؟ وريني وش. وش باين عليك ابدا انك صحفي. ليه يا سيدي؟ وشي خط وحش؟ انا صحفي وادي بطاقتي الشخصيه. تعال قول الكلام ده في الجسم. يا شاويش ملوش لزوم، كفايه السواق ضيع مني فرصه عظيمه. انت فاكرني هاكل من الكلام دي؟ على كل حال اتفضل على الجسم، دور بينا يا اسطى. مش ممكن مش ممكن هكتب اخبار شخصيه ولا هعمل موضوعات من نوع موضوع ست جميله جميل دي. كفايه اللي حصل لي امبارح. ثم ايه؟ انت ما قريتش جرايد الصبح؟ طبعا ما قريتش. انا زي ما قلت لك لسه جاي من القسم على هنا على طول، بعد ما قضيت بقيه الليل هناك لاول مره في حياتي. ده مش مهم، الصحفي معرض لكده واكتر من كده. امال مهنه البحث عن المتاعب تبقى ازاي؟ خد اقرا الخبر ده. يا خبر، جوزها كان وراها بعربيه تانية مع البوليس وظبطها في موقف مخجل. يا ما انت كريم يا رب. انبسطت دلوقتي مش كده؟ طبعا، انا مالي ومال الحاجات زي دي يا اخي. لكن لو كنت مشيت وراها كنت قدرت توصف اللي حصل لما البوليس قبض عليها. وايه يعني لما اوصف ده كله؟ دي مسائل ما يصحش نتعرض لها. دي اتفه من اني اخصص لها مجهود كان يمكن نستفيد به في حاجه تانية تنفع الناس، فيها توجيه، ايحاء، مش فضايح وخيانات ازواج. ايه مصلحتنا في ده كله؟ رواج الجورنال يا اخي. يعني الصحافه تجاره مش مبادئ.
في أصحاب صحف بيعتبروها مبادئ، وفي أصحاب صحف بيعتبروها تجارة، وأصحاب صحف بيعتبروها الاتنين. لكن ثق إن المبادئ هي صاحبة الكلمة الأخيرة. طبعا طبعا. على كل حال، المهم هتعمل ايه دلوقتي مع رئيس التحرير؟ ولا حاجة، إذا كان مش عاجبه أروح أشتغل في جورنال تاني. لا، قلت لك الاستمرار طريق النجاح. استمر في اتجاهك ومسيرك تحقق أهدافك. يا أخي أنا حياتي اتلخبطت في الجورنال ده، نفسي أروح أصالح مراتي مش قادر، ما عنديش وقت. يا سيدي قلت لك بلاش يأس. كام مرة أقول لك الاستمرار طريق النجاح؟ والله يا أخي أنا قربت أيأس فعلا. مش عارف أتفاهم مع رئيس التحرير، مش عارف أتفاهم مع الناس اللي بعاملهم، مش عارف أتفاهم مع مراتي. أنا زهقت، متهيألي أسيب الجورنال وأسيب الدنيا كلها وأروح أشوف لي صرفة تانية. يا عادل اسمع، يا عادل استنى بس اللي بقول لك. عادل فتحي. أفندم. يلا معايا يا متهم. على فين يا شاويش؟ على الزنزانة. مشي، مالك عمال تتلفت يمين وشمال زي الحرامية؟ عيب يا شاويش ما تقولش كده. وهو تاجر المخدرات يعني أشرف من الحرامي؟ أهم الاتنين جلالات الذمة وما عندهمش ضمير. إنما أنا مش تاجر مخدرات، أنا مظلوم حياة شرفك يا شاويش. وهو في حد جه هنا وما قالش إنه مظلوم؟ ده أنت بيقولوا عليك أكبر تاجر مخدرات. أبدا وحياة شرف والدك، ده أنا راجل متعلم وكنت بشتغل. ومالكش دعوة بشرف العيلة يا متهم، ومتعلم دي على نفسك كمان. ممنوع إنك تكلمني. اتفضل خش. مالك لابد في باب الزنزانة كده ليه؟ أنا داخل أهو يا شاويش، بس صبرك عليا، دي أول مرة أخش فيها الحبس. ومش راح تخرج منه بإذن واحد أحد، فيها تأبيدة من غير مقاطعة. تكونش فاكرني ماليش شغل غير حضرتك. يلا ما تكباش ليمض. حاضر، بس يعني أنا شايف واحد قاعد جوه في الزنزانة، ما تشوف لي زنزانة فاضية. وليه ما نحجز لكش أوضة في الهنتو لأحسن، ولا نأجر لسيادتك شقة على النيل؟ خش، اللي جوه مش غريب، هيفهمك وتفهمه. الكار واحد، تاجر مخدرات مقطوع النفس زي سيادتك. خش يا متهم. الله، انت راح تقفل الباب من غير ما تقول لي راح انام فين واكل امتى، والسجاير والقهوه نجيبها منين؟ تكونش يا متهم انت فاكر ان دمك خفيف؟ ما تسألني كمان هخرج امتى واروح السما امتى واتفسح امتى. خش تلقح جنب زميلك ده يا تقلب مخك زي ما قلبت مخي. اهلا 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 بالاخ. اهلا بيك يا معلم. ما تزعلش، ده الحبس للرجاله. بس يا معلم انا صعبان عليا مراتي وحدانيه ملهاش حد غيري في الدنيا. والتهمه ايه يا ترى؟ مظلوم والله يا معلم. ما انا عارف. بس قصدي اقول يعني التهمه ايه؟ مخدرات. حلو قوي، انست يا فل. بس الحكايه لسه ما ثبتتش، ومراتي قومت لي 2 محاميه كبار، كل واحد منهم خد 100 جنيه. ولا يهمك، محسوبك برضه متهم في مخدرات. بسيطة. اسم الكريم ايه؟ العترة، محمد العترة. واسم الكريم عادل ابو حشيش. انت ليك مولع يا انس. والنبي انت ناجف قوي. وكنت بتشتغل ايه بقى؟ الله، ما انا فاهم، يعني قصدي قدام الناس كنت بتشتغل ايه؟ في الجرانين. يعني في المطبعة. طيب ده انت باين عليك برضه متعلم. انا متعلم كويس بس ايه، ما هو الحال من بعضه يا عم. خليها على جناب المولى، بس خليك راجل، اوعى تعترف على الجماعة. جماعة مين؟ الله 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 الله، ده انت باين عليك غشيم قوي. الجماعة يعني زمايلك، انت مش ليك زمايل يا جدع؟ بقول لك انا بريء. ايه بذمتك؟ تكونش انت من بتوع المباحث وعاوز توقعني ولا ايه؟ عيب، ودي تيجي يا ابو حشيش، ده احنا زملاء وهنبقى زملاء مدة كبيرة قوي. ولو انا برضو بريء. طب تعالى ناكل لقمة، بسم الله. هم راح يندهولي امتى للتحقيق يا معلم؟ خلي بالك طويل يا ابو حشيش. الله، انت لقيت اوام من يومين. اقول لك الحق يا عترة، انا قلقان على البت مراتي قوي. الله 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 الله، انت هتخلي الفار يلعب في عيب انا اخر ولا ايه؟ استغفر الله العظيم. هي الست يحشمها الا وجود جوزها جنبها يا عترة. الله يجازي الشيطان اللي جابنا هنا. لا، ده محسوبك رخر متجوز جديد برضه زيك، يا دوبك بقالي 2 سنين. ما دي تالت واحدة اتجوزها بعد ما طلقت الحرمتين التانيين، برضه بسبب أحوال زي دي. الحقيقة يا عترة أخويا، البت جماعتي لعبية شوية،
وعشان كده ما كنتش بخليها تبان ابدا على اخواننا اما حد منهم يجي عشان كده ولا كده. انت لا مؤاخذه مش فايت معاها همك ولا اختك ولا امها ولا اختها؟ ابدا، دي يتيمه ومقطوعه من شجره. حلو، يعني زي البت جماعتي تمام. على كل حال انا موصي شريكي عليها، لكن مين عارف. وشريكك ده يعني واد لون كده، يعني شايف كيف وعايق حبتين ولا راجل شهم ومالي هدوم ويعرف كلمه الشرف؟ ما هو ده اللي مخوفني يا عتره. اسمع ابو حشيش، فيك من يكتم السر؟ في بير يا معلم. حكايتي وحكايتك واحده. انا كمان موصي الحاج اسماعيل على البت جماعتي، لكن ده راجل تمام وطول عمره الله يمسيه بالخير ما كانش له ثقه الا في محسوبك. عشان كده انا كمان ما جبت سيرته لحد دلوقتي، لانه موعدني يكرم مراتي وبنتي طول ما انا في الحبس. بنتك؟ انت عندك بنت كمان؟ عندي بنت حلوه عمرها 2 اسمها هدى. يا ما كان نفسي اربيكي تربيه حلوه يا هدى. معلش يا معلم، ربنا يتولاها هي وامها الشابه الصغيره. ايه مش عاوز تفطر ليه يا معلم عترة؟ انا نفسي مسدوده من ساعه كلامنا امبارح ابو حشيش. يا هو انت لسه بتفكر في الموضوع ده؟ امال افكر في ايه؟ ده انا ما جانيش نوم طول الليل وانا دماغي يودي ويجيب، بفكر في البت جماعتي وبفكر في بنتي هدى. انما مش بتقول البركه في الحاج اسماعيل؟ لكن انت وغوشتني قوي وخليت الفار لعب في عبي. ايش عرفني ان الحاج مش رح يرجع في كلامه؟ مادام روحه في ايدك لازم رح يوفي بالوعد. ايش عرفني انه صان العهد؟ تقدر برضه تعرف. طب ازاي؟ انا اقول لك. إيه؟ بقى البت جماعتي جايه تزورني بكره. إيه؟ تحب اخليها تروح لجماعتك تستفهم منها؟ تشكر يا اخ. احنا بقى لا مؤاخذه ساكنين في البطليه، حاره الجزار نمره 5. ولا مؤاخذه مش يمكن يكون الحاج اسماعيل خد جماعتك في بيته؟ ايه قصدي يعني يكون خاف عليها انها تقعد لوحدها، ام خدها في بيته مع مراته وولاده. هو مش متجوز؟ ايوه متجوز، انما اذا حبيت يعني نقول عنوان الحاج اسماعيل للبت جماعتي، عشان اذا ما لقيتش مراتك في بيتها تسأل عليها في بيت الحاج اسماعيل وتطمن على كل شيء. برضه معقول. طب فيك من يكتم السر؟ في بير يا معلم. هو اسمه الحاج اسماعيل ابو رجل، 10 شارع الكوم الاخضر في العطوف 3 دور. خلاص اطمئن. انما يمكن الحاج يكون راح يجيب البضاعة ومش موجود، هو بيغيب كتير. ابدا، ده ما بيغيبش غير اسبوع بس. ياه، لازم بقى بيروح بعيد. كل يوم 25 في الشهر يركب المركب ويتقابل مع التجار في البحر. والتجار دول بيجوا منين؟ لا مؤاخذة، ملوش لزوم السؤال. عيب يا ابو حشيش، احنا ما بقاش بينا سر. دول تجار من اسرائيل. وبيجيب منهم البضاعة؟ ابدا. ياه، ده انت باين عليك غشيم قوي. يجيب البضاعة علشان يمسكوه؟ لا، بيتفق ويدفع المعلوم، وبعدين البضاعة تجيله على البحر، هم يرموها في المية، وبعدين لما يروق الجو المعلم يبعت رجالته يغطسوا في الحتة اياها ويجيبوا البضاعة وينزلوها البلد. اما حتة مخ. خلاص يا معلم، انا هقول على العنوان للبت جماعتي بكرة، ولما تيجي تزورني المرة الجاية نعرف الاخبار. تشكر يا اخ. برافو يا عادل، انت عملت اكبر نصر صحفي. استطعت انك تساهم في القبض على اخطر عصابة تهريب مخدرات من اسرائيل. دي خدمة وطنية عظيمة. بس كنت عاوز اعرف منك حاجة. ازاي دخلت السجن وقدرت توقع المتهم بالشكل ده؟ الحكاية اني بعد ما خرجت من هنا متضايق، رحت حتة هادية عشان اعصابي تستريح، وقعدت اقرا الجورنال. قمت قريت خبر المعلم عترة تاجر المخدرات اللي ألقي القبض عليه والنيابة بتحقق معاه، لأنها مشتبهة إنه بيجيب المخدرات من إسرائيل، وإنه مش راضي يعترف أبدا. قلت أما أروح أجرب، يمكن أقدر أخليه يعترف، وبالطريقة دي أكشف أخطر عصابة تهريب مخدرات وأخدم وطني وأحقق نصر صحفي. رحت لمدير السجون والمحققين وشرحت لهم الفكرة، وخدت إذن منهم، والسيد مدير السجون سهل لي المأمورية، وأعلنت إن اتقبض عليا في تهمة مخدرات، ودخلت السجن. وقدرت توقع الراجل ازاي؟ قبل ما ادخل السجن حصلت على عنوان بيت المعلم عترة، وعرفت ان مراته لعبية شوية، وان له بنت صغيرة بيحبها قوي، ومن الطريق ده قدرت اضرب له على الوتر الحساس لغاية ما اعترف، والحكومة ظبطت رئيس العصابة وهو بيستلم المخدرات في البحر. دي حاجة عظيمة فعلا. واحب اقول لك انك بقيت من دلوقت رئيس قسم التحقيقات الصحفية. واضح؟ مبروك يا عادل. أشكرك يا أستاذ. مبروك يا عادل.
أشكرك قوي يا محمود، وخصوصا على الجبنة والحلاوة اللي كنت بتبعتها لي في السجن. وانت يا عادل حر من هنا ورايح، اكتب زي ما انت عاوز، وما خبيش عليك المقالات بتاعتك اللي نشرناها في مساحات صغيرة جت عليها جوابات إعجاب كتير من القراء. ثم ما تنساش ان الكشف عن أسرار عصابة المخدرات رفع الجورنان 100,000 نسخة. اعمل اللي تلاقيه في مصلحة الجورنان، واضح؟ أنا هعمل اللي لاقيه في مصلحة المجتمع. اتفقنا. ودلوقتي يا سيدي عندي لك مفاجأة تانية. ايه تاني يا أستاذ؟ بص وراك. الله، سعاد، ايه اللي جابك هنا؟ رجلي. أحب أقدم لك الأستاذة سعاد، المحررة في قسم التحقيقات الصحفية. الله، اشتغلتي صحفية؟ ليه لا، علشان نبقى زي بعض. مبروك يا سعاد، ده أجمل خبر سمعته، لكن أنا خايف عليكي من تعب الصحافة دي. دي رسالة وطنية عظيمة، وأي تعب فيها يهون في سبيلها. طب تسمحي بقى أعزمك الليلة دي على سهرة حلوة احتفالا بالمناسبة السعيدة دي؟ متأسفة يا عادل، عندي موضوع لازم أخلصه الليلة، الشغل بتاعنا عاوز كده. معلش يا عادل، بكرة يا عادل. استمعتم إلى برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، وكان برنامج اليوم عن الصحفي. كتب البرنامج سامي محمد، وصور الشخصيات سميحة أيوب، محمد الطوخي، كمال حسين، أحمد الجزيري، عبد الغني قمر، سيد سليمان، وعبد الغني النجدي. وقام بدور الصحفي أحمد مظهر. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يقدمه ويخرجه لكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع السيد بدير. صوت الحكاية، حكايات تروى بصوت الزمن الجميل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم أجمل الحكايات بصوت الزمن الجميل. دمتم بكل الخير.